أنا بحصرك وبكرر لك نفس الكارثة اللي حصلت مع الأم نتيجة الجهل والأعراف والفقر وكذا، حياتها انتهت ازاي. وفي نفس الوقت الابنة، فتخرج انت كمتفرج محاصر. الشغلانة دي مش بتاعت طرح حلول، إن خلي دماغك من وجهة النظر اللي أنا شايفاها تشتغل معايا، مش الحاجات الظواهر المتجلية كده بس على السطح. مثلا عندنا واحد زي خيري بشارة في الطوق والإسورة، عمل حاجة أكيد أنت عارفها كويس، اللي هي السرد الدائري، تتساءل. ده جزء من اللعبة، إنك تستفز المتفرج، تخليه يسأل معاك هو إيه، طب إيه الحكاية ديت يعني. حتى لو ادينا المثال دوت في الطوق والإسورة، أنت توحدت مع الشخصيات وشفت قد إيه القسوة والألم وكذا، فأنت بتخرج. هي هنا بقى فكرة الروحانية اللي احنا بنتكلم عنها، لأن هو بتخاطب روحك. كمان مش معناه أن أنت تعمل أفلام فلسفية يعني أنت ما تيجي and فطين عبد الوهاب مراتي مدير عام مثلا، مفيش أجمل ولا أزرف وقاعد بتضحك بس على فكرة في وجهة نظر، في مشروع يعني، في رؤية يعني. طبعا بالظبط. أنت بتاخد العالم ده كله اللي هو رسموه بالظرف ده، عمل لك شوية تساؤلات.